الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، واليوم وأنا أتهيأ لأن أضع القلم الذي خدمت به الدستور والقانون وأشارف على مغادرة هذا المقام الذي تشرفت به، لا أحمل في قلبي إلا الامتنان والسكينة، امتنانا لله أولا أن بلغني هذه المرحلة من العمر في خدمة الحق والعدل، وسكينة لأنني أترك مكاني وقد بذلت ما استطعت، موقنا أن الله وحده يعلم السرائر ويزن الأعمال بميزان لا يضل ولا يظلم. شكرا. وأوصيكم زملائي الكرام أن تجعلوا الوطن دائما نصب أعينكم، واعلموا أن المسؤولية العامة ليست طرفا يتزين به، بل عبء يحمل، وأن الكلمة في موضع التشريع قد تقيم وطنا أو تسقطه، وأن العدالة التي لا تنبع من الضمير لا تثمر ولو ألبست أثوابا من القانون. وختاما أسأل الله أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يوفق من يتولى من بعدنا إلى ما فيه الخير والصواب، وأن يجعل على الدوام راية العدل مرفوعة فوق هذه القاعة، وسراج الضمير منيرا في كل قلب يخدم هذا الوطن. وأرجو من الله أن تكون كلمتي هذه خاتمة رحلة وبداية عهد جديد، وأن يجعل لي فيكم ذكرا طيبا، وأن يكتب لنا جميعا أن نكون من الذين قال جل وعلا فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.